اسهل واسرع غدا وب75 جنيه بس، لزوم وجبات اخر الشهر. جبت هنا مكرونه خرز وحمرتها كده في شويه سمنه. هنا جبت شوربه، طلعت شوربه من الفريزر عشان اسخنها. جبت بقى كبد وقوانص. هنا نزلت بقى بالقوانص الاول في السمنه كده، علشان القوانص تاخد وقت اكتر من الكبده. بعد ما اتشوحت كويس جدا من الجنبين كده وسبتها شويه، حطيت بقى الكبد والقلوب كده، انا كنت مقطعاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها كده على الوش الاولاني كده تاخد صدمة. مش هقلبها خالص دلوقتي، لما تاخد وش هبقى اقلب زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت نقعة الكبد والقوانص دي بعد ما غسلتها في ملح وفي توابل مشكلة. توابل مشكلة اللي انا دايما بعملها معاكم. هنا بقى الشوربة كان فيها كده حتت فراخ وتحفة بقى. حطيت بقى الشوربة بعد ما غلت على المكرونة، وهسيبها بقى على نار عالية كده لحد ما تتشرب. هنا بقى قلبت الكبد والقلوب والحاجات دي على الوش التاني عشان تاخد الصدمة في الوش التاني. خلاص بقى هنا كانت الكبد والقوانص داخلة على السوا، والمكرونة اتشربت. رحت حطيت بقى الاتنين على بعض كده وقلبتهم في نفس الحلة، وهغطيهم بقى وهسيبهم لغاية ما يستوي. طبعا هوطي عليهم على الاخر خالص. انا كمان بحط الشياطة في الحاجات دي علشان انا بستخدم حلل استانلس، فعشان ما فيش حاجة تشيط بحط بقى الشياطة. وكده استوت بجد يا جماعة، أكلة خطيرة جدا. وخصوصا لما تسووا المكرونة بالشوربة، الطعم بيبقى رائع. وزي ما قلت لكم الكبد والقوانص عملتها بمنتهى السهولة، وكل حاجة كده عملتها في الآخر في حلة واحدة، وطعمة طعامة يا جماعة تحفة، وب75 جنيه بس.